أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم عن البيانات الرقمية، وليكن عايز أقول إن الإيدج بيساوي 23. فهنا بالنسبة لي إن ال 23 دي رقم صحيح. طيب الأرقام الصحيحة بنتعامل معاها إزاي في البرمجة؟ بحاجة اسمها int. int دي اختصار لإنتجر بتيجي مع الأرقام الصحيحة. فأنا دلوقتي لو جيت عملت برنت للإيدج هيطبع لي ال 23. طيب في حالة أنا مثلا عايز أقول إن سعر برودكت البرايس بيساوي 20 و99 قرش مثلا، في الحالة دي يعني بستخدم إيه؟ طالما الرقم 10 بنستخدم حاجة اسمها دبل برايس. بنقول البرايس الأول وهنعمل لها برضو برنت. طيب افرض انا عايز اعمل يعني اجرب ان احط هنا رقم 10 في الانتجر، مش هينفع. طيب لو جيت في الدبل وقمت شايل ال 99 قرش نفعت. طيب ليه نفعت؟ لان باي ديفولت هو اتعرف عليها على انها كده، فالصفر ده يعني علشان هو مجرد صفر فبنقدر نتجاهله، لكن هو بيتعامل معاه على انه دبل. طيب وليكن مش دلوقتي البرايس ده ممكن اقول ان هو 20 عادي. طيب انا ممكن احط كده في الايدج، منفعش. طب ليه منفعش؟ لان احنا زي ما احنا اتفقنا احنا هنا عشان بنيجي في الميموري ونعمل مكان، المكان ده سميناه ايدج بس من النوع انتجر. لكن هنا احنا عملنا مكان وسميناه برايس لكن من النوع دبل. فهنا احنا عملنا ايه؟ انت هنا مش بتقارن، يعني مش بتساوي قيمة بقيمة، يعني كده قيمة، لكن كده انت بتساوي مكان بمكان. احنا اتفقنا ان الاساينمنت اوبريتور دي معناها ان انت بتروح على الطرف الشمال تخزن لي فيه القيمة اللي على الطرف اللي على اليمين، لكن هو دلوقتي مكان، يعني المكان ده محتاج انتجر والمكان ده محتاج دبل. فانت جيت تقول له حط لي الايدج اللي هو انتجر اصلا، فهو ما ينفعش، ما يرضاش يعمل كده. طيب ليه بنتكلم في حاجه زي كده؟ ما احنا ممكن نقول القيمه وخلاص. هقول لك ليه. انا وليكن عايز اعمل ريت لموفي، يعني عايز اعمل ريتنج للموفي وقلت ان هو 4، بس بعد كده الفيلم ده التقييم بتاعه بعبارة عن 4.5. فهنا بقت مرة انتجر ومرة دبل، يعني هي دلوقتي متغيرة بين الانت وبين الدبل. هنا ممكن تبقى 3، ممكن تبقى 2.5. فهنا طالما متغيرة بنستخدم حاجة اسمها نم، اختصار لنمبر. فهنا نم تيجي تعملها، نعمل هنا برنت ليها للريت. هنا ممكن يبقى 4.5، ممكن يبقى 3، بيقبل أي حاجة. طيب احنا ممكن نستخدم النم على طول وخلاص ما نستخدمش الانت والدبل. ينفع، ما يعني مش هقول لك ما ينفعش، هو ينفع بس يفضل ان احنا نستخدم النم في الحاجات المتغيرة، بس ان هي ممكن تبقى انتجر وممكن تبقى دبل. طيب احنا لما عملنا هنا في الدبل هي نفعت، هو نفعت ممكن استخدم الدبل على طول برضو، بس في هنا مشكلة ان الداتا ممكن تكون جاية لك من الباك اند هي انت، فهيجي يقول لك يعني انت لو جيت هنا وليكن تعمل هنا ان هي كده جاء لك ايه a value of type double can't be assigned to a variable of type integer، اللي هو المفروض دي تبقى دبل لكن انت حاططها في قيمة integer، فما ينفعش. نفس الكلام لو انت جيت تحط قيمة integer زي هنا هيجي يقول لك لا ان دي انتجر هو عايزها دبل. فهنا في النقطة دي احنا لازم يعني في المتغيرات بس بنستخدم النم لان هي تبقى انت او دبل. وبس بكده يكون درسنا انتهى عن النمبرز. وتابعني عشان تتابع كل جديد. سلام.